صباح الخير يا جماعة واهلا في فيديو جديد. بجد يا جماعة اول ما السنة الدراسية بتبدأ بحس انها بتخلص في ثانية. يعني انا دلوقتي في سنة كام؟ دلوقتي في سنة رابعة. انا مش في سنة ثالثة. بالنسبة لي خلاص سنة ثالثة خلصت، لما بدأت يبقى خلصت. المهم يلا بينا بقى ننزل الجامعة عشان مش عايزة اتأخر بصراحة. فيلا بينا. صباح الخير يا اصدقاء. امبارح رجعت من الجامعه كنتش قادره اعمل اي حاجه خالص، فان شاء الله بكره اجازه وهخلص كل اللي ورايا بكره عشان النهارده ورايا جامعه برضو. بس المهم بقى، لقيت يا جماعه دكتور عمرو رمضان عامل كذا فيديو عن منح يسافرها الطلاب من سن 14 ل 16 سنه. فكنت مستغربه جدا بقى ازاي يعني. لقيت الفيديوهات بتاعته دي عن شركه اسمها ماتيربو. الشركه دي المفروض انها بتقدم الدعم للطلاب علشان يقدروا ان هم يقدموا على المنح. تمام. فلقيت في منحة من سن 14 ل 16 سنة، دي الطلاب بتوع اعدادي بيقدموا عليها عشان يسافروا يدرسوا ثانوية برا مصر. طبعا في منح البكالوريوس اللي هي كلنا عارفينها، اللي بتكون سن يكون اقل من 21 سنة والمجموع يكون اعلى من 70%. وطبعا في منح ماجستير، سألتهم على فكرة على منح الماجستير، قالوا لي ان انا لازم اكون في سنة رابعة عشان اقدر ان انا اقدم عليها. بصراحة يا جماعة قعدت الف في الاكونت بتاعهم شوية، لقيت الاكونت كله الهايلايتس كلها قصص نجاح الطلاب معاهم. ومش طلاب من مصر بس، ده من الوطن العربي كله. طلاب كده بتحكي بقى قصصهم مع متربو وازاي ساعدوهم وكده. فحسيت بجد يا جماعة انها فرصة حلوة قوي لو شخص عايز يقدم على منح، وفي نفس الوقت احنا ما بنكونش متأكدين هل ورقنا 100% صح ولا لأ، عشان احنا مش بنقدم مليون مرة، بتكون مثلا اول مرة نقدم او حاجة زي كده. فقلت هتكون فرصة حلوة قوي قوي لو فعلا حد مهتم انه يتواصل معاهم ويساعدوه ان هو يخلص الورق بتاعه بشكل كويس وبشكل صحيح عشان فرصه في القبول تكون اعلى. فقلت اقول لكم عليهم بصراحه يا جماعه. اكيد هسيب لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف عشان لو عايزين تتواصلوا معاهم. وفعلا يا جماعه ما تفوتوش الفرصه دي. وقولوا لي لو انتوا حابين ان انا اكلمكم عن فرص زي كده، منح والتقديم للسفر بره والحاجات دي. وبس كده، يلا بينا بقى ننزل الجامعه عشان ما نتاخرش. اهلا وسهلا. دقت ساعة العمل، عندي امتحان بكرة. فهنقعد نذاكر، يعني ما عنديش اوبشنز. هو مش امتحان، هو كويز. بس الكويزز دي هي اللي بيكون عليها درجات اعمال السنة. كتبت كل حاجة المفروض اعملها هنا، وعندي الورق اللي هقعد الخص فيه المحاضرات، وعندي اللابتوب جاهزة ان شاء الله. ان شاء الله اخلص كل اللي ورايا دلوقتي. هنشوف هقدر اخلص قد ايه. بس يعني انا قلت لنفسي انا مش هقوم من على المكتب غير لما اخلص اللي ورايا، لان ما فيش اوبشنز بصراحه. يلا بينا نبدا. صباح الخير يا جماعه. امبارح الحمد لله خلصت اللي انا عايزه اعمله، بس ما كانش عندي كشكول سلك كبير. اوكي، فقلت ان انا هذاكر فين؟ هذاكر في الورق. ذاكرت في الورق زي كده، وقلت لنفسي خلاص مش مشكله. بالليل بقى جبت كشكول سلك كبير، كتبت فيه صفحه. يعني قلت عايزه بقى انقل الحاجات اللي هنا، بس طبعا ما لحقتش عشان كنت عايزه انام جدا جدا يعني. فهبقى اعمل الحاجات دي بعدين. يعني اللي انا بعمله بقى ايه، انا ما باخدش الورق ده معايا اذاكر منه قبل الامتحان طبعا، لا. بجيب في عندي ابلكيشن اسمه ادوبي سكان، هحط لكم صورته هنا. حرفيا يا جماعه الابلكيشن نفس لون الطرحه. المهم بصور من عليه الورق بتاعي، ببقى ماسكه الموبايل براجع من على الموبايل على طول، عشان ما بحبش انا اخد ورق ولا كشكول كبير معايا كده قبل اي امتحان. فده اللي انا بعمله. انا دلوقتي بقى ايه، هنزل الجامعه. هو كويز عامه يعني، مش مستاهل كل الكلام ده كله، بس برضو مش عايزه اركب اي حاجه عليا يعني من اول السنه. فيلا بينا يا جماعه. سربي الحقيقة ده. اهلا يا اصدقاء. دلوقتي رايحه تدريب الروبوت اللي هو شغلي يعني. فنازله دلوقتي حالا، عندي امتحان يوم السبت على فكره.
كنت ناسي خالص خالص ان انا عندي امتحان يوم السبت، بس ان شاء الله يوم الجمعه اللي هو بكره هقعد اذاكر له. بدات النهارده شويه، يعني قعدت كده من الساعه 2 للساعه 3 قعدت اذاكر شويه. بس طبعا ده ما تحسبش، فان شاء الله هذاكر كويس يوم الجمعه اللي هو بكره ان شاء الله. هلا والله بالغوالي. عندي امتحان بكره. اوكي، الرأي الرسمي للامتحانات ايه؟ الترتيب. الترتيب. واحده بس سالتني يا هدى انتي بترتبي بايه؟ اوكي، فقررت ان انا ارد عليها بفيديو. ليه؟ عشان هي غاليه بالنسبه لي. يا جماعه كنت بتكلم الصبح مع خدمه العملاء، كانت بنت خليجيه، فانا دلوقتي متقمصه شخصيه الخلايجه. هلا والله، عماله تقول لي هلا والله يا غاليه. اتمنى اكون ساعدتك يا غاليه. اوكي، المهم الترتيب. اماندا طبعا يا جماعه باين انها عندي بقالها قرنين مثلا عقدين من الزمن. اوكي، وبتاعت سولان مور، ايه الفرق بينهم بقى؟ ولا اي حاجه. بتاعت سولان مور دي اماندا متسيحه، انا مقتنعه اقتناع تام بكده، بس دي اغلى ضعف دي، 3 اضعاف دي. هي دي كانت بكام؟ لو دي ب20 جنيه فدي ب80 جنيه. هو دي فعلا ب80 جنيه. مش عارفه بقى اقول لو ايه، دي ب80 جنيه ودي كانت ب20 جنيه مثلا ولا 15 جنيه. جايباها من زمان قوي. بس ايه الفرق ما بينهم؟ ولا اي حاجه، ولا واحده فيهم بترطب، هي بس بتدي ايحاء بالترتيب. بصراحه بتاعت سولان مور بترطب اكتر، بتاعت اماندا لون، انما بتاعت سولان مور لا بترطب بصراحه. فالغاليه طبعا موجوده في شنطه الجامعه، والغاليه على قلبي موجوده في بيتنا. اوكي. اوكي، فده اللي احنا بنرتب بيه. دي هترجع شنطه الجامعه، دي هترجع جنبي في مكانها. اوكي. اوكي، نرجع بقى الحاجة. شنطة الجامعة دي يا جماعة مقلمتي بتاعت الجامعة. طبعا باين عندي بقالها قد ايه معايا، مثلا من اعدادي. يعني انا بدأت اعدادي وخلصت اعدادي، وبدأت ثانوي وخلصت ثانوي، وبدأت جامعة وهخلص جامعة وهي معايا. غالية على قلبي برضه، شكلها وحش قوي على فكرة. بس برضه هي المقلمة فيها المرتب هو كده، هي الدنيا كده. نرميها في شنطة الجامعة. نرجع تاني بقى المرجانة. اول ما بيكون عندي امتحان بتقمص شخصية ايه؟ الرغاية. بس هو كده. هحكي لكم بقى يا جماعه البروسيس بتاعت المذاكره للامتحان بتكون عامله ازاي. اوكي، اول حاجه احنا دلوقتي بنذاكر عملي. تمام، عندي امتحان مولكيولر عملي بكره. اديكوا ابديتس عن بايو انفورماتكس، مش فاهمه فيها اي حاجه. الدكتور كان المفروض يدينا امتحان بكره، بس بعتت على واتساب قالت يا جماعه انا لو كنت قلت ان في امتحان فما فيش امتحان. ربنا يبارك لها ويحفظ لها اولادها، ما اظنش انها عندها اولاد، بس يحفظ لها عائلتها واحبابها، عشان هي بجد رائعه. لما تعمل امتحان بقى هنتضايق جدا كلنا لان احنا مش فاهمين اي حاجه. المهم، فبنذاكر ازاي بقى للامتحانات؟ اول حاجه لازم يا جماعه تكونوا بتاخدوا نوتس في الكليه. يعني لو انتوا في الجامعه وما بتاخدوش نوتس ورا الدكتور، فانتوا مش واخدين بالكم ان الدكتور كل حاجه بيقولها اصلا بتيجي في الامتحان. هو حرفيا يا جماعه الدكاتره بيكون ليهم كده لكنه كده ولهجه كده، هم بيتكلموا لما بيقولوا حاجه معينه كده جامد بيتكوا عليها، جايه في الامتحان، جايه وش في الامتحان. اصلا بيكونوا حاطين الامتحان قبل ما بييجوا يشرحوا، انا متاكده بقى. المهم بناخد نوتس. اوكي يا طرحه لو سمحتي اثبتي. بناخد نوتس، والنوتس دي بتحطها قدامنا. عامله كراسه لكل حاجه عملي، بس عامله كشكول سلك كبير للحاجات النظري اللي انا وريته لكم ده، اللي انا اصلا لسه عاملاه من قريب وكنت ذاكرته في ورق. المهم، فدي المولكيولر. اوكي، بنعمل ايه؟ بنفتح الماتيريال على اللاب قدامنا، وعلشان الدكاتره ساعات بيسكبوا حاجات، بيعدوا حاجات وما بيشرحوهاش. نفس نظام مذاكره البني ادمين، انا بلغي حاجات من المنهج وانا بذاكر. طبعا كلنا بنعمل كده، الدكاتره بيعملوا كده برضو. عشان وانا بذاكر لو في نقطه هم ما قالوهاش او كده بتاكد منها من الماتيريال، فبقعد اذاكر بقى. ودي بتكون جنبي، والماتيريال جنبي، ودي جنبي اللي هي الكراسه والكشكول اللي انا كتبت فيه النوتس في السكشن. وبس بنقعد بقى انا والكراسه واللابتوب وكل حاجه قدامي، نقعد بقى نكتب نوتس. مش بكتب كل حاجه في الماتيريال، اوكي؟ عشان في سنه اولى كنت بعمل كده، عشان كنت طفله عادي مش فاهمه. احنا مع حب الذات، احنا ضد اهانه الذات. اوكي، انا كنت مش فاهمه، فكنت بكتب كل حاجه في الماتيريال في الكشكول. واصحابي برضو كانوا بيعملوا كده. كل كنت اعرفهم في الجامعه كانوا بيعملوا كده. بس مع التطور العقلاني
ابتدينا ان احنا ناخد نوتس، مش بنكتب كل حاجه في الماتيريال لان الماتيريال مليانه دش وكلام ملوش لازمه. اوكي، فبناخد نوتس عن الحاجه، بنبقى مؤدبين ومحترمين. النوتس اللي احنا بناخدها كده بتفكير، نقرا الحاجه كده في البي دي اف مره واتنين، التالتة نيجي بقى نكتب بقى النوتس بتاعتنا عنها. في حاجات بنعمل لها سكيب، يعني دلوقتي هو بيقول لي يعني ايه تعريف الكروموسوم، صباح الفل صباح الفل، انا في سنه تالتة فسكيب. الكروموسوم فيه كام كروموسوم في جسم الانسان؟ 50 طبعا سكيب. 46 يا جماعه بتريق. اوكي، يعني ايه سنترومير؟ سكيب. حاجات كده هبل. النيوكليوس جواه ايه؟ سكيب. كده يعني الحاجات بس اللي هي ايه احنا عارفينها. اول بقى ما نبتدي بقى في الحاجات اللي احنا مش عارفينها، مورفولوجي اوف كروموسوم، طبعا ما عنديش اي فكره اصلا. على فكره خدته قبل كده في الجيناتكس بس طبعا مش فاكراه، فمش هنعمل له سكيب من اول هنا، مش هنعمل سكيب من اول هنا، هنبدا نذاكر. اوكي يلا بينا بقى نبدا نذاكر، عشان بجد يعني رغيت كتير قوي، رغيت كتير قوي، يعني كفايه رغي يا هدى، كفايه رغي. هظبط نفسي وابدا على طول. يلا بينا يا جماعه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اهلا يا جماعه، رجعت من الجامعه، قعدت اعمل شويه حاجات. اوكي، وبعدين جت في بالي خاطره اني جه عليا فتره يا جماعه كنت بخلص 10,000 خطوه في اليوم، كنت بمشي 10,000 خطوه في اليوم. كنت حابه الموضوع ده جدا جدا جدا، بس لما الدراسه بدات بطلت اعمل كده. اصلا اشتريت الساعه دي علشان كده، علشان اعد خطواتي يعني. فقررت ان انا عايزه انزل اتمشى لان انا عندي شويه وقت، وما عنديش امتحان بكره، ما عنديش اي حاجه اجبار ان انا اعملها النهارده يعني. قلت لنفسي هنزل اتمشى. لو هبه اختي كانت موجوده كنت هنزل اتمشى معاها، بس هي مش موجوده. المهم يا جماعه، فانا هنزل دلوقتي حالا. مش واخدين بالكم من حاجه؟ الخاتم شلته من هنا وحطيته هنا، عارفين ليه؟ تخيلوا ليه؟ عشان كنت بهزر وبحكي مع ماما انه انتوا سبتولي كومنتس كذا مره انه ايه ده، هو ده اتخطبت ولا ايه؟ والخاتم يا جماعه كان هنا في الخاتم ده. اوكي، في الخاتم ايه، في الصباع ده. فقعدت تقول هو ده اتخطبت ولا ايه وما اعرفش ايه وبتاع. وانا يا جماعه يعني عشان اكون صريحه، انا بعيده كل البعد عن الموضوع ده تماما، فاهمين؟ كنت قاعده بضحك جامد قوي على كده يعني. فماما قالت لي على فكره انتي الخاتم هو خاتم مش دبله، اوكي؟ شكله شبه الدبله، وممكن عادي الناس تقول انه هو كان كبير على الصباع ده فانتي لبستيه في الصباع ده. انا بقيت قاعده كده اللي هو يا ماما انتي بجد بتتكلمي بجد؟ قالت لي العيه والبسيه في اي صباع تاني. طبعا انا بسمع كلام مامتي، لازم اسمع كلام مامتي، وسمعت الكلام. بس فمش حاسه ان انا مستريحه قوي بصراحه عشان مش متعوده عليه. الختم ده يا جماعه ليه معزه خاصه عندي. اوكي، ليه معزه خاصه عندي. خمنوا مين جابهولي يا ترى؟ ماما برضو. جابتهولي بعد الثانويه على طول، بعد ثانويه عامه، ف ليه معنى كده عندي بالنسبه لي، فعشان كده على طول لابساه. وبحبه كمان، بحب شكله. انا كنت في الاول بحب الفضه على طول، انا عمري ما حبيت الذهب ابدا يا جماعه. بس الفتره الاخيره اللي هو اخر مثلا سنتين 3 سنين، اخر 4 سنين مثلا، معرفش، بقيت بحب الذهب قوي. يعني لو حد قال لي دهب ولا فضه، دهب طبعا، اصلا الفضه ده مش اوبشن. بس كنت بحب الفضه قوي وانا في اعدادي على فكره. المهم
نرجع لمرجوعنا للعادات الصحية اللي أنا عايزة أرجع أضيفها تاني. وعلى فكرة يا جماعة أنا عايزة أفهمكم إن الموضوع ده طبيعي جدا، طبيعي إن احنا نكون بنعمل حاجات كويسة لنفسنا وبعد كده تيجي فترة في أولويات. يعني بداية الدراسة احنا بنتشغل في الدراسة ونعمل جدول وهنذاكر ازاي، وبعد كده نحضر المحاضرات وما نغيبش أي يوم، التزام كده يعني، فاهميني؟ ففي عادات احنا يعني ايه، مش بنتجنبها، بنهملها أوكي شوية، وبعد كده لما المشاغل تقل من علينا بنرجع لها تاني، وده طبيعي جدا في حياة كل بني آدم يا جماعة. بعد ما رجعت قررت ان انا عايزه اخطط للاسبوع بتاعي. تخطيط الاسبوع بالنسبه لي بسيط قوي، ان انا بكتب كل المهام اللي عندي ولكن بقسمهم: الجامعه باللون الاحمر، الشغل باللون الاسود، المحتوى باللون الازرق، والحاجات اللي هي لنفسي يعني باللون البيربل. وبس ببدا اكتب كل المهام اللي عندي، وخلال الاسبوع برضو بتطلع مهام كده بتطلع لي لازم اعملها، فبكتبها برضو على حسب لونها وبنفذهم. بس كده. صباح الخير يا أصدقاء. امبارح نزلت أتمشى، مشيت 9300 خطوة. أنا في العادي بخلصهم 10,000 لما كنت بقى بلتزم بالعادة دي، بس امبارح قلت لنفسي خلاص يعني ده كده كفاية. بصراحة ما كنتش عايزة ألف أكتر من كده بس يعني عادي مش مشكلة. فعلا يا جماعة احنا حياتنا على طول بيكون فيها أولويات، والأولويات دي ساعات بتيجي على عادات اللي احنا بنعملها علشان نفسنا، علشان صحتنا، وده الطبيعي. يعني مش طبيعي ان بني ادم مثلا، خلينا نضرب مثال على 10,000 خطوة، انه بيعمل 10,000 خطوة كل يوم هيعملها للأبد، حتى مع بداية الدراسة، حتى مع وقت الامتحانات، حتى مع كل الحاجات دي. في ساعات كتير بيكون في حاجات أولوية، يعني مع بداية الدراسة الأولوية ان انا انظم وقتي واشوف هذاكر امتى وارتب جدولي، الحاجات دي كلها. بعد ما انا احس ان انا خلاص انا مستريحة في الوضع ده وقدرت ان انا اظبط الوضع بتاعي، ساعتها اقدر ان انا ارجع للعادات بتاعتي، فاهميني؟ فمش عايزاكم تحسوا بالذنب لما عادة انتوا كنتوا بتحبوا تعملوها تبطلوها لفترة وبعد كده ترجعوا لها تاني. مفيش اي مشكلة يا جماعة. ده انا مع كتابة اليوميات طول حياتي، مع اني انا بصوا بكلمكم قد ايه عن حبي لكتابة اليوميات، بحبها جدا، بس في ساعات كتير ببقى مشغولة قوي ما بقدرش ان انا اكتب يومياتي. ده انا مع العادات اللي انا بعملها يوميا في ساعات كتير جدا بنشغل عنها، في ساعات كتير بنساها علشان ببقى عندي أولوية تانية، وده الطبيعي بجد يا جماعة. خلوا دي إشارة ليكم، لو في عادات انتوا كنتوا ناسيينها أو كنتوا مهملينها شوية ارجعوا لها تاني. خلاص احنا بدأنا الدراسة وعرفنا حياتنا هتبقى عاملة ازاي، فحاولوا ان انتوا ترجعوا لها تاني، مش شرط بنفس القوة، ارجعوا لها خطوة بخطوة وهتقدروا ان انتوا توصلوا لها تاني. وهي الحياة كده يا جماعة، الحياة شوية سعي، بنسعى في كل حاجة، كل حاجة بنسعى فيها، بنسعى عشان صحتنا النفسية، بنسعى عشان شطارتنا الدراسية، بنسعى عشان حياتنا الاجتماعية، بنسعى عشان حاجات كتير قوي. ف ما تكسلوش واسعوا شوية كمان، وان شاء الله ربنا يجزينا خير عن كل السعي ده. بس كده يا جماعة، انا نازلة الجامعة، عندي سكشن واحد بس، ونازلة عشان ايه يا ترى؟ عشان الغياب. لولا الغياب ما كانش زماني نزلت بصراحة. عشان هي يا جماعة هي كيمستري بروتين وانزيمز، تمام؟ وانا اصلا اخدت بايو كيمستري السنه اللي فاتت، فبايو كيمستري كان فيها برضو بروتينز، فاحنا دلوقتي في البروتينز، فحرفيا نفس الحاجه بتتعاد تاني، فمش حاجه يعني هضيعها يعني لو ما روحتش، بس مش مشكله عادي، هروح ان شاء الله عشان الغياب بس وهي الدكتوره عارفه ان احنا رايحين عشان الغياب، بس مش مشكله. يلا بينا بقى. وريني. انا مصورهم على حلوه قوي، حلوه قوي قوي.